يا ترى إيه السر اللي جيهان هيعرفه من أجمل عن حقيقة بوران؟ وتفتكروا هل فعلاً شاهين هيموت؟ بعد ما عليا بقت زعيمة البورة وبقت هي المسؤولة عن كل حاجة، الأحداث كلها اتغيرت. السر اللي كنت قلت لكم عليه في التسريبات اللي فاتت فعلاً اتأكدنا منه في الإعلان الأخير. والد حمادة هيعترف لشاهين إن أجمل هو اللي قتل بوران، وساعتها كل حاجة هتتغير لأن العدو الحقيقي اتكشف. بس السؤال دلوقتي، هل أجمل هينتقم تاني ويحاول يقتل بوران مرة كمان؟ ولا المرة دي خطته هتفشل تماماً؟ خليكم معايا للنهاية، لأن عندي تسريب قوي جداً عن الحلقة الجاية وهيكشف سر كبير. ويلا نبدأ. لو الفيديو ده وصل ل1000 لايك هعرف إنكم حبيتوه فعلاً، وإن تعبي في التحليل مش بيروح على الفاضي. اللايك بتاعكم مش بس دعم، ده بيحمسني أكمل وبيشجعني. ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل تحليل جديد لمسلسل المدينة البعيدة. ومستنياكم في التعليقات تقولولي توقعاتكم عن الحلقة الجاية. ويلا نبدأ. أما الحقيقة اللي هيكتشفها شاهين فهتقلب كل الموازين. بعد ما والد حمادة طلب يقابل شاهين، هيقوله إنه عنده سر خطير جداً، بس مش هيقوله غير لما ياخد مقابل مادي. وشاهين بدافع الفضول والخوف هيوافق فوراً، وهيحضر الفلوس عشان يعرف السر اللي ممكن يغير حياته للأبد. ولما يقابله والد حمادة هيفجر المفاجأة الكبرى، هيقوله إن الخاين الحقيقي هو والده، وإنه هو اللي ورا كل حاجة حصلت، هو السبب في الحادث اللي راح فيه بوران، وهو اللي كان بيحرك كل الأحداث من ورا الستار. الصدمة دي هتهز شاهين من جواه، لأنه كان دايماً بينكر إن والده خائن، وكان شايف إن أجمل هو أقرب الناس ليه، لكن الحقيقة كانت غير كده تماماً. شاهين هيواجه أجمل بالحقيقة في مشهد ناري، هيبصله بعين كلها غضب وصدمة، هيقوله إنه عايز يقتله بس في آخر لحظة مش هيقدر يعملها. هيقرر بدل الانتقام إنه يكشف كل حاجة للعيلة بنفسه. هيروح القصر وهيقف قدام الكل ويعترف إن والده فعلاً هو الخائن، وإن أجمل هو اللي قتل بوران، وإن جيهان كان عنده حق من البداية. اللحظة دي هتكون مليانة دموع وصدمة. عليان هتنهار وجيهان صدمته هتكون الأكبر، ومن هنا هيبدأ نار الانتقام تشتعل جواه من جديد. الحرب اللي أعلنها أجمل ضد جيهان هتتحول لعاصفة حقيقية، وهتعصف بعيلة البورة من جواها، وتكشف أسرار محدش كان يتخيلها أجمل بعد ما بدأ حربه. هيبدأ يشك إن في شخص غريب موجود جوه قصر عيلة البورة، حد الكل مخبيه عن العيلة ومش عايزين حد يعرف بوجوده. الشك ده هيقلب تفكير أجمل، هيبدأ يراقب كل حركة وكل كلمة بتتقال لحد ما يوصل لقناعة إن في سر خطير ورا الموضوع ده. وساعتها أجمل هيقرر إنه يحكي السر ده لدمير. هيقوله إن في شخص غامض جوه القصر، وإن كل اللي بيحصل حوالين جيهان وعالية مش صدفة أبداً. لكن المفاجأة الكبرى هتكون لما ديمير يبدأ يدور بنفسه ويكتشف الحقيقة اللي محدش كان يتوقعها، إن بوران لسه عايش. الخبر ده هيكون صدمة مدوية لكل الناس، بس أكتر واحد هيتأثر بيها هو أجمل، اللي كان فاكر إن كل خططه ماشية تمام، لكن الحقيقة دي هتهد كل اللي بناه. أما عن عالية فهي أثبتت إنها مش بس قوية، لكنها كمان عندها شجاعة تخلي جيهان نفسه يحس بالفخر بيها. هي كانت الوحيدة اللي قدرت تمسك زمام الأمور بعد غياب جيهان، وتتحمل مسؤولية عيلة البورة لوحدها من غير ما تنهار. عالية قدرت تدير كل حاجة بحكمة وهدوء، من شفاء صداقات لإخفاء بوران وحتى إدارة القصر وكل تفاصيله، وده خلاها تبقى الزعيمة الحقيقية لعيلة البورة بعد غياب جيهان. لكن دورها مش هيقف هنا، عالية هتبقى العنصر الأساسي في الكمين اللي جيهان هيعمله لأجمل. هتقدر تخدعه بخطة ذكية جداً وتوصله للمكان اللي هيكون فيه جيهان مستنيه عشان يواجهه بكل حاجة عرفها، خصوصاً بعد ما تأكد إن أجمل هو السبب في موت بوران. اللحظات دي هتكون مصيرية، وعالية هتثبت إنها مش بس الزعيمة الجديدة، لكن كمان القوة اللي جيهان محتاجها عشان يقدر ينتقم ويستعيد حق بوران. نرجع تاني لشاهين، اللي لما يعرف إن الشخص اللي أصاب بوران هو والده نفسه،
هينهار تماماً تحت ضغط ضميره وتأنيب نفسه. اللحظة دي هتكون صعبة جداً عليه، لأنها هتكسر جواه كل حاجة كان بيصدقها. شاهين مش هيأذي أجمل بإيده، لكن هيقرر ينتقم منه بطريقة تانية أقوى وأوجع. في نهاية الحلقة هنشوف المشهد اللي هيصدم الكل. شاهين بنفسه هيبلغ الشرطة والدرك عن أجمل وديمير، لأنهم هما السبب الحقيقي في اللي حصل، مش بوران. الصدمة الكبيرة إن أجمل مش هيصدق إن ابنه هو اللي سلمه للشرطة بنفسه، وده هيكون انهيار حقيقي بالنسبة له. وفي نفس الوقت هيظهر تشيهان بريء، وهيقدر يرجع القصر من جديد هو وكايا بعد فترة طويلة من المعاناة. شاهين بعدها هيقرر يواجه عليا وتشيهان، وهيعترف قدامهم بالحقيقة كلها، إن أجمل هو السبب في حادث بوران، وإن في أسرار تانية خطيرة محدش يعرفها عنه. هيطلب السماح من تشيهان وعاليا وصداقات، وهيقول لهم إنه عايز يصفي الحساب بنفسه. لكن للأسف تأنيب ضميره هيزيد لدرجة إنه هيفكر يتخلص من نفسه. بس في اللحظة دي نارا هتكون جنبه، هتمنعه وهتوقفه وهتدعمه لحد ما يرجع يقف على رجله من تاني. نارا هتكون السبب في إنه يعيش، وهيقرر بعدها يعيش معاها في بيت بعيد عن العيلة، بعيد عن كل وجع وأسرار الماضي اللي دمره. أما عن آخر تسريب يخص بوران، فهو من أقوى وأغرب التسريبات اللي ظهرت لحد دلوقتي. بوران هيفوق من الغيبوبة، لكن المفاجأة إن محدش هيعرف غير شخص واحد بس، فرغون شلبي. فرغون هيكون أول واحد يلاحظ إن بوران بدأ يتحرك ويفتح عينه، بس قبل ما يلحق يتصرف بوران بنفسه هيطلب منه ما يقولش لحد إنه فاق. الطلب الغريب ده هيحط فرغون في موقف صعب جداً، بس في النهاية هيوعده إنه هيسكت ومش هيكشف السر. ومن هنا تبدأ اللعبة الجديدة، لأن عودة بوران هتكون المفاجأة الكبرى اللي محدش متوقعها، خصوصاً لنا كمشاهدين. ليه بوران مخبي إنه فاق؟ ويا ترى ناوي على إيه المرة دي؟ هل هيبدأ انتقامه بصمت؟ ولا هيخطط يرجع بهدوء ويفاجئ الكل بضربة واحدة؟ اللي جاية شكله نار. أما عن كايا، فالمفاجأة اللي محدش كان يتخيلها أبداً إن زيرين هي اللي هتنقذه بنفسها من جوه الحفرة. المشهد ده هيكون من أقوى المشاهد في الحلقة، لأن زيرين هتظهر فيه بشجاعة غير متوقعة، خصوصاً لما تلاقي ديمير موجود في نفس المكان وبيحاول يمنعها من إخراج كايا. بس زيرين هتثبت إنها واحدة من أقوى سيدات عيلة البورا، هتواجه ديمير بشجاعة وهتحمي كايا بكل قوتها لحد ما تقدر توصله بنفسها للقصر. بعدها كايا هيخضع لعملية دي عشان يرجع له بصره من جديد، وده هيكون مشهد مؤثر جداً، لأننا هنشوف فيه تضحيات حقيقية من الناس اللي لسه عندها قلب وسط كل الفوضى اللي بتحصل. يعني الحلقة الجاية هتكون مليانة مشاعر، قوة، تضحيات، ولمسات إنسانية بتأكد إن سيدات عيلة البورا هم اللي بيقفوا دايماً وقت الشدة. عاليا وتشيهان قلب واحد في مواجهة عاصفة مليانة أسرار وانتقام. اللحظة دي هتكون مصيرية، لأن المواجهة اللي بينهم وبين أجمل هتحدد مصير الكل، ومن اللي هيخرج منتصر في آخر الحرب دي. هنشوف مشهد ناري بين تشيهان وأجمل قبل ما الشرطة توصل، مواجهة قوية فيها غضب ووجع سنين. تشيهان هيبصله بعين كلها حقد وهيقوله: أنت حاولت تقتل أخويا بوران وتسببت في ضياع بصر كايا، أنت السبب في كل حاجة سيئة حصلت لعيلتي. بس اللي محدش كان متوقعه هو المفاجأة اللي أجمل هيكشفها في آخر لحظة قبل ما يتسلم للشرطة. أجمل هيعترف لتشيهان باعتراف صادم، هيقوله إن بوران نفسه كان ورا كل اللي حصل، وإنه كان متورط مع المافيا وبيعمل شغل غير قانوني من ورا العيلة، وإن في أسرار خطيرة جداً كان مخبيها عنهم. الاعتراف ده هيقلب الدنيا، وهتكون الصدمة الأكبر لعاليا وتشيهان، لأنهم لأول مرة هيتشككوا في اللي كانوا شايفينه أنقى وأقرب شخص ليهم. يعني النهاية دي هتفتح باب جديد للغموض. شكراً لمتابعتكم، استنوني في الفيديو الجاي، لأن اللي جاي أقوى وأغرب من كل التوقعات. سلام.